من انهزام المسلمين، وقتل منهم 70 رجل، وقتل منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا الذي حصل للرسول كله بسبب هذه المعصية. ولهذا قال الله جل وعلا: هم قلتم أن هذا فقل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم الذي تسببتم بهذا. وهذا تأديب من الله جل وعلا لعباده. إذا كان هذا وقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في المتأخرين في غير وقت الرسول؟ إذا وقعت المعاصي فهم ربما يدال عليهم العدو ولا ينصرون عليه، لأن نصرهم بطاعة الله جل وعلا. وقد فهم الصحابة هذا تماما، فكانوا كما قال عمر لعمرو بن العاص لما أنه كان قائدا في مصر، قائد الجيوش أمام الروم، كتب إلى عمر قال: أمامي 200,000 مقاتل من الروم وجيشي 4000، أرسل لي 4000 على الأقل. فأرسل إليه يتهدده، يقول: نحن لا نقاتل بقوتنا ولا بعددنا، وإنما نقاتل بديننا، فاحترز من المعاصي أشد مما تحترز من عدوك، لأن المعاصي هي التي تنصر العدو عليك. وأرسل إليه 4 أنفار بدل طلبها 4 رجال، فنصره الله، انتصروا. فالنصر بطاعة الله جل وعلا واتباعه. وأقول إن هذا تأديب من الله جل وعلا للأمة كلها إلى قيام الساعة. يجب أن يعرفوا أن نصر الله جل وعلا بطاعته واتباع أمر رسوله. لما عصى هؤلاء أمر الرسول حصل ما حصل بسبب هذه المعصية، كما نص الله جل وعلا على ذلك.